هاي، عاملين ايه؟ جيت لكم فيديو جديد وتحدي جديد من قناتنا التوينز آية وأميرة. معاكم النهاردة أميرة، والتحدي النهاردة هيكون على المحشي المشكل. معانا كرنب وكوسة وبتنجان وفلفل، ومعانا قطعتين بفتيك أو قطعة ونص بفتيك. تمام. ومعايا هنا شطة، ساعات بحب أحط شطة على المحشي وساعات لأ، فأنا بقى ورغبتي. أول حاجة بس نشرب ماء، نقول بسم الله. المحشي ده أصلا زي شحاتة كده. نزلت عند جارتي تحت، لقيتها ايه قاعده بتعمل محشي، فقعدت اقول والله العظيم انا كان نفسي في الكرنب قوي. قلت احنا مش هنسويه النهارده، ده لبكره عشان عندي عزومه. فقعدت ولفيت نعمت لهم على امل قلت تدونا طبق. قلت له طبق ليه؟ راحت ادتني حله صغيره بصراحه بس جميله، وادتني رز قد كده. فانا كان عندي فلفل وبتنجان وكوسه فحشيتهم. معلش يا جماعه عشان انا عندي مشكله في النفس، وفي نفس الوقت انا مش بنام كويس، فان انا اتوب ده ما زعلوش مني. بعد المحشي ده هنشرب اجدع كوبايه شاي ساده وبالنعناع. برضو البفتيك ده انا عاملاه في الاير فراير يا جماعه. البفتيك بطبيعته بيشد عادي. تفتكروا الاكله دي كان ناقصها حاجه ولا هي كده كامله متكامله؟ اللي اخد باله يكتب لي في الكومنتات. قولي مبروك، انا اول مره اسوي محشي، انا اللي سويته النهارده. الحشوه بتاع جارتي تجنن، وهي اللي بتلف المحشي الكرنب صغنن كده. احنا بصراحه كنا بنلفه اكبر من كده، سوري يا جماعه. طعمه تحفه ومن غير بيض. انا بس بحطه في اللبن بس يتشرب منه عشان يطرى. واو، الاكله دي كانت محتاجه شيبسي بجد. انا مبسوطه قوي ان انا رجعت اصور التحديات تاني، برافو عليا. المحشي ده
انا لفه فيه، لفاه عشان تعرفوا ان انا شاطره. امم اكتبوا لي كده في الكومنتات يا بنات، مين فيكم بتعرف تلف محشي، ولو في راجل شيف يكتب لنا هو بيعرف يلف محشي ولا لا. لو بيعرف عامه يقول عادي مش عيب يعني، هو عيب. تحفه. امم ده حراق. سبحان الله نصيبي. زورك بيحرقني قوي. يا لهوي. يا جماعة الشطة اللي هي في الفلفل دي غير الشطة دي. الشطة دي شطة مسكرة. بس خلاص انا كده شكلي مش هحط شطة، شكلي الله اعلم. صدقوا انا بحب اكل الكرنب اللي فيه عرق، حبيته. عشان فيه عرق فمش هشد بسهولة. ها، عرفتوا الاكلة دي كان ناقصها ايه؟ كان ناقصها شيبسي. انا مش عارفة ده دي اجزاء من البفتيك مش مستوية ولا دي قطع دهون، بس اول مرة تحصل لي على ما اعتقد. ممكن عادي يكون قطع دهون او ممكن اجزاء مش مستوية عشان الاطراف. عامة هبقى اقعده تاني في النار اكتر من كده.
مصر عندنا بسكوت اسمه كوماندا، ده بسكوت للشاي، جربوه طعمه هيعجبكم قوي. انا اسوأ حاجه فيا هو ان انا بسرح كتير قوي قوي، ومش بحب احتك بالناس، مش بحب احتك بجميع انواع الناس. قاعده باكل زي ولد المؤدب. ما تقولش رايكم صح. ايه رايكم في الاوت فيت؟ هم؟ ايه رايكم؟ انا دايما ابدا الفيديو وانسى اخد لي صوره مصغره، دايما دايما اعمل الغلطه دي دايما. بنسى. بس بعرف اتصرف يعني. ربنا يصلح لي حالي والله. ربنا يصلح لي حالي. بحب الفلفل قوي على فكره، انا من جمهور الفلفل والبتنجان قوي والكوسه. انا بحب الكرنب بس صدقوا ان انا ماليش ادمان عليه كبير. هم؟ هي اللي مدمنه الكرنب. عامله دايت وفتحت نفسها وقعدت تاكل، كانت بانيه وكانت كرنب. هم؟ يا لهوي. البفتيك ده عباره عن ايه؟ لحمه فيها عصب دهني، اللحمه نفسها مستويه انما العصب الدهني مش كله استوى بشكل كامل، عشان كده بتعض. يلا اضحكوا اضحكوا. كنت الحوار ده بقاله شهور يعني. كنت لا، الحوار ده حصل في 2024. كنت رحت عند دكتورة الباطنة بتاعتي واتأخروا جوه في الكشف، فحصل ان واحدة سبحان الله كانت جاية لأختها تحجز لها بطنة، ويقوم يشاء القدر ان بتاع توك توك يخبطها
ورجليها اتكسرت، رجليها اتكسرت. فالمهم ايه، بيقولوا حركي رجليكي، فانا واخده اسعافات اوليه ان اول ما رجليكي تتكسر ممنوع تحركيها. اي عضو في جسمك لما يتكسر ممنوع تحركيه، هتحركي العظميه من مكانها، فده يبقى صعب عليكي. وبتاع الجراحه بيجبسلك، عشان قبل ما بيجبسلك بيشدلك العظميه تاني، فانت اللي هتتعذبي. ففي شاب كده متجوز ومخلف، يعني لسه بينه دي اول خلفه ليه، شاب لسه. فانتوا بيقول لي عنده اصرار ان هي لازم تحرك رجليها، فقعد بيقول لي عادي يا اختي، كلنا كده رجلنا بتتكسر وبنحركها عشان نعرف. طب ده انا اقنعه ازاي؟ وعمال اقول له والله غلط غلط والله. يقول لي لا عادي والله يا اختي. اختك ده انا نفسي البك علقه، ولا ما ودينا في ده غير كلمه اختي دي. غلط، الثقافه جهل، جهل وحش فعلا والله يا جماعه. على فكره انا شبعت وبعند وعمال اكل عشانكم، بس البفتيك طعمه جميل. ادعوا لي يا بنات ربنا يفرحني بشبابي، ربنا يفرحني بنفسي، ربنا يصلح لي حالي. انا بكره التلات، النهارده الاثنين بصور لكم الفيديو، احتمال الفيديو ينزل لكم بكره، عامه بكره يعني، او اعتبروني النهارده التلات. انا عندي مشوار مهم جدا جدا، بس هروح الصبح يعني. فانا كارهه قوي ان انا اتعامل مع بني ادمين، فربنا يبعت لي بني ادمين كويسين كده ويهونوا على الواحد، ما يبقوش ناس وحشه او مفتريه، واخلص حاجتي واروح على طول. المشكله بقى في المواصلات وانك بتحتك بالناس وانت وحظك. فنفسي قوي القناه تتفعل عشان يبقى معايا مصدر دخل اركب منه مواصلات خاصه، بدل ما انا كده يعني عماله بتبهدل. كان نفسي قوي يبقى معايا حاجه اهون بيها على نفسي في عز الازمه اللي انا فيها دي. يا نفسي اهون على نفسي قوي. ربنا يستر ويأذي كل مؤذي. هو استغفر الله العظيم يا رب، ما اسمهاش يأذي كل مؤذي، وينتقم من كل مؤذي، لان ربنا مش بيأذي، ربنا سبحانه وتعالى مش بيأذي. عايزه اقول لكم بطني من جوه بتصرخ، اللي هو كفايه اكل كفايه اكل، هتاكلي ايه تاني؟ وعلى فكره انا ما شاء الله اكلت كتير، ده انا اكلت الفلفل كله والبتنجان والكوسه وكم صباع ورم، واكلت الاتنين البفتيك. يا لهوي، انا فعلا كده اكلت كتير قوي. انا لو مش عامله تحدي كنتش هتعشى اصلا والله. شكلكم هتخنوني ولا ايه؟ لا اقول لكم ايه الا اللياقه البدنيه الا. عارفين يا بنات، بنوته زي القمر،
ليه ما تفرحش وتحقق انجازات حلوه؟ ليه بنوته زي القمر كده ما يجيلهاش عريس من اللي هي نفسها فيه، من اللي يشرح القلب دول، من اللي هقول لكم ايه بس، عريس ابن ناس ابن عيله. يا يا بنات، لو كام امنيه كده في حياتي تتحقق واولهم ان القناه هنا تتفعل. زعلانه خالص، كل ما اقول المشوار قرب يبعد. ربنا يستر يا بنات والله العظيم، ربنا يستر ربنا يستر. مش عارفه اعمل ايه. اه والله ربنا يستر. قلت بقى انا زهقت اما اشرب النهارده في الكاس. يلا الحمد لله والشكر يحفظ النعم من الزوال. اللهم اديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال. كان يوم جميل وتحدي جميل، واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا. وكفايه والله العظيم كفايه ان انتوا شفتوا الوش القمر ده. يا بنتي انا مش اي حد، مش اي حد بتكلم معاه ولا بتعامل معاه. يا رب القناه تتفعل بقى وارتاح. امتى القناه تتفعل؟ امتى؟ امتى قلبي يطمن؟ عارفين يا بنات، انا في سنة 2022 حد خلاني قاعدة هنا في البيت، حد اذاني يعني وفزعني حتة دين فزعة يا بنات. حتى الان انا يا عيني مفزوعة والله العظيم، مفزوعة. والحياة دمها تقيل، الحياة دمها تقيل قوي، والدنيا تقيلة على قلبي والايام تقيلة. في سنة 2024 في اخرها كانت ايام تقيلة قوي على قلبي، وانا عيني كنت احاول امشيها، واللي حواليا مش حاسين بيا، اللي هما صحابي يعني. انا مش بخير من ساعة اليوم اللي انا اتخضيت فيه ده في 22، وانا مش بخير حتى الان. انا وزعلانة اكتر ان المجتمع دوت متوحش، ومش يعني يعني انا مش راضية ابقى سلبية، واللي هو ايه، بفضل اتمنى ان المجتمع ده يتغير. عشان كده نفسي اعمل قناة اسمها اميرة في عالم تاني، هتكلم كل يوم عن معاناتي، وان انا في عالم تاني، ان اللي انا بطلبه دوت مش موجود في العالم بتاعنا. بس نفسي يبقى في العالم اللي احنا عايشينه ده. نفسي قوي يطلعوا قانون الحقوق النفسية، نفسي قوي يبطلوا سلوكيات معينة، نفسي يخترعوا عربيات جديدة. انتي وزنك كذا يبقى تركبي في العربية ام كذا، وزنك كذا اركبي في، ممنوع تتعاملي بسلوك كذا في المواصلات العامة. الحماية والامان للناس، ممنوع ان الناس تتكلم مع بعضها. يا امتى؟ نفسي الاقي الرحمة. زعلانة قوي وصعبان عليا نفسي، بتضايق قوي لما اكلم حد يقول لي انتي بتحلمي، دمك تقيل. لا مش بحلم، قلت له مجتمع بقى مؤذي وبقى مش، واستحالة الواحد يتحمله. زعلانة قوي ان انا مضطرة اخرج بكرة، مش عايزة اخرج خالص. هركب مرتين مواصلات عامة وانا رايحة، مرتين وانا راجعة، والناس رخمة ومليانين سلبية وعقد، ونفس الاسلوب ونفس الكلام ونفس الطريقة ونفس التعامل ونفس السلوكيات ونفس كل حاجة. واجري وتعالى على نفسك وتتعامل باسلوب الضغط. ليه بس كده؟ ليه؟ حاجات كتيرة. طب يا جماعة الفيديو كده يكون انتهى، اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد، ودعوا لي.
مع السلامة.